السلام عليكم. شلونكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. مبرومة بالسمسم، طريقة جدا سهلة وما يحتاج لها أي شيء. تابعوا التفاصيل والشرح. هسه عندي المكونات: سمسم، يعني السمسم سهل يكون، وعندي هنا لبجوز، وعندي نص كوب دبس، ونص كوب شكر، وتمر خالي من النوى. هسه هذا مو موضوعنا، موضوعنا الأساسي انه نكرمل الشكر ونضيف الدبس والملعقة زبد. راح تقولون راح تكرمل الشكر وتضيف دبس تصير حلوة؟ لا، ما تصير حلوة. أول شيء إذا كرملنا بس الشكر وضفنا على السمسم راح تصير عندنا يابسة، راح تحجر، فنضيف لها الدبس حتى تبقى مرنة نقدر نتحكم بها مع الزبد. نروح نشوف طريقة شلون نكرمل الشكر ونضيف له الدبس، وبعدين نضيف أول مرحلة نضيف الشكر على النار إلى أن يتكرمل، من حركة طبعا هسه، إلى أن تبدي أطرافه تذوب، وبعدين بين ما يذوب كله نضيف عليه الدبس ونضيف الزبد، وإذا نحتاج قليل من المي. هسه بدأ الشكر عندي يذوب مثل ما تشوفوه، أبقى أنتظره إلى أن يذوب تماما. هسه بعد ما ذاب واخذ اللون الذهبي نضيف الزبد ونحرك باستمرار لأن راح يتكتل عندنا. مع التحريك المستمر راح ينحل، يرجع ينحل ما يتكتل. شوفوا شلون. هسه نضيف الدبس، نبدأ نحرك. أيضا راح يتكتل، بس مع التحريك المستمر راح يرجع يحل. هل أثناء هذا راح نضيف السمسم ونخليه يطبخ ويا الدبس والشكر، ونبقى نحرك. ونضيف له نص كوب مي ونحرك. نبقى نستمر بالتحريك حتى ينشف عندنا المي اللي ضفناه، والسمسم يمتص الكراميل ويمتص الدبس ويصير دبك، يعني تصير اللزوجة مالته عالية، مو هيجي. هسه ما بي لزوجة لأن ضفنا له مي، نريد المي يتبخر حتى تصير بلزوجة عالية نتيجة الدبس والكراميل. هسه بعد ما وصلت لهالمرحلة هذه راح نطفي النار وننزلها بالقالب اللي عندنا او الطاولة او الصينية. هسه هنا عندي طاولي اني فارش بيه نايلون حتى لا يلتصق بالطاولي. بالمرحلة الثانية نقدر شلون، لان ورانا مرحلة لف. نوزعه على القالب بالتساوي، يصير عندنا قطعة واحدة لازم، مو يتكتل مكان ومكان ثخين ومكان خفيف، لا. هسه نوزعه على كل القالب ونساويه ونتركه يبرد. هسه نجي نوزعه على كل القالب بالتساوي او على الصينية، شنو عندكم انتو. لازم شوية نعطيها رشة مي بهالطريقة هذه. بس الشغل شوية يكون بسرعة، لأنه هذا إذا تجمد بعد ما ينفرش عندنا يأذينا.
نوزعها بهالشكل هذا على كل القالب ونتركها. هسه بعد ما سويناها بالقالب راح نتركها تبرد شوية، تتجمد عندنا، مو تتجمد كلش يعني، تصير بيها طراوة نقدر نتحكم بيها لأن وراها مرحلة لف. نرجع لكم ونرجع لطريقة الحشوة. هسه هنا عندي هذا التمر منزوع النوى، عندي هنا ملعقة طعام دارسين وملعقة طعام حبة حلوة وملعقة طعام هيل مطحون، راح اضيفهم. عندي هنا لب جوز عين الجمل، راح اعجنهم كلهم سوية. هسه كملنا عجن الجوز والتمر، صار عندنا جاهز. نشكله بهالطريقة هذه على شكل اسطوانة هيج حتى نلفه بالسمسمية اللي اشتغلناها. هسه كملنا التمر لفيناه بهالشكل هذا، والسمسمية عندنا صارت باردة نقدر نتحكم بيها. نجي لطريقة اللف، نخلي السير بهالشكل هذا، بهالطريقة هذه نبدي اللفة بهالشكل. خلي نطلع برا الطاولي افضل حتى يكون واضح. هسه طلعناه برا الطاولي، من شوية ضايقنا باللف الطاولي. تكمل عند الدائرة بهالشكل. بعد ما تكمل الدائرة ابدي اقطعها، هذا السير الاول اقطعه. هسه هنا عندي اكتمل السير الاول مثل ما تشوفوا، راح ابدي اقطعه من النهاية. هذا السير الاول كمل، خليه على جنب بهالطريقة هذه. نبدي بطريقة السير الثاني. طبعا الزايد نشيله، ونفس الطريقة نبدي اللفة. لو باقين بس على الشكر عشان صارت عندنا قوية ما نقدر نتحكم بها، يعني ما بيها مرونة مثل هذه. هسه شوفوها شلون مرنة، هذا هو نتيجة الدبس. ايضا نقطعه بنفس الطريقة. هسه كملت لف كل الكمية اللي عندي، صاروا عندي 3 سيور. هسه ما اقدر افتحهم او ما اقدر اقطعهم، اريدها شوية تشد بعد، راح ادخلها البراد فد 10 دقائق او ربع ساعة ونرجع لمرحلة التقطيع. هسه بعد ما تركناها بردت نجي لمرحلة التقطيع. طبعا هذا الزايد بالبداية. بالمناسبة التقطيع لازم يكون بسكين ام المنشار مثل هذه، اللي ما عنده مثل هذه يقدر يستخدم هذه ام الربع. المهم تبدون تقطعوها على شكل دائري بهالشكل، بهالطريقة هذه، او على شكل مثلثات. طبعا ضغط ما يصير لان تنعقج، فلازم سكين ومنشار. هسه نبدي نقطع بشكل ثاني. هذه نتركها، نقطع كل الكمية بهالشكل.
على هالطريقة هذه. نرجع نعيد بعد قطعة. بهالطريقة نرجع نعيد بعد قطعة. إلى أن نكمل كل القطع اللي عندنا بهالطريقة أو بالطريقة الدائرية. انتظروني بين ما أكمل أقطع حتى لا يطول الفيديو وتشوفون. بعد ما تمت عملية التقطيع بنجاح للأكل اضغط على الرقم 1. نجي نقدمهم بصحن التقديم بهالشكل هذا. إن شاء الله نالت إعجابكم. طريقة جدا سهلة بس يحتاج لها شوية تركيز. وهذه هي نهاية الفيديو. أتمنى أنه نالت إعجابكم. أخوكم طائر الجنوب.